بال 82. زوجتك أقارب لو غريب؟ لا مو أقارب. غريب من الجنوب وزوجتي من الشمال. أنت اختاريتها؟ وشلون صار يعني شلون صار النصيب؟ يعني هذه كما تعلمين تحكمها قسمة يعني، فكنا في وسط التربوي يعني اثنين مدرسين يعني، وبالتالي صار قسم النصيب. الزوجة الوحيدة هي؟ الوحيدة. ايش عندك منها أبناء؟ قلت لي 3 أولاد؟ يعني عندي 3 أولاد و3 بنات. ومن الأولاد أكبرهم يعني أحد البنات. زين. ثم عمار يعني طبيب، ومحمد الآن يكمل طب أسنان، وأشرف في كلية الشرطة. عايشين بالناصرية؟ بالناصرية. ما غيرتوا غير محمد؟ لا ما غيروا. ولا تسافرون برا؟ عشتوا فترة برا؟ لا برا ما عشت. أبدا. داخل البلد مو من النشاط السياسي ولا داخل المناطق؟ نعم. زين. عمار بيتك بالناصرية ايش قد مساحته؟ يعني هو بيت والدي. بيت الوالد، يعني أنت ما خفصتك من بيت والدي حوالي 600 متر يعني. زين. هو نفس البيت؟ هو نفس. غير بيت الناصرية أبو عمار شو عندك؟ والله يعني أنا ما عندي أملاك يعني بالنصر، لكنه إحنا أصلا يعني بالريف عندنا مشروع زراعي عن الوالد كان يعني. زين. يعني قاعة زراعية؟ يعني قاعة زراعية، وأصلا يعني أشبه عندنا هاي قد مساحتها؟ يعني ما أدري والله بالضبط مساحة، بس هو مكان زراعية يعني، هي أصلا هاي من زمن الوالد؟ من 50 سنة كذلك. 50 سنة أيوه. زين. وبالتالي يعني صارت يعني بين الأولاد وهذا فقط يعني. لك منها نصيب. نعم. بس هذا البيت والقاع؟ نعم. هذا البيت اللي احنا قاعدين به هسه بالجادرية مستأجره أنت؟ هذا إيجار لا مجانين. هذا إيجار. طبعا هو إيجار من مجلس على قدر العمل يعني. نعم. زين. متواجد به فقط يعني تعرف أسبوع للدوام أقضينا، وأسبوع بالمحافظة عمل أروح للمحافظة. زين. احنا تحدثنا عن العائلة وما دخلنا بكثير تفاصيل. المعروف عن عادل الشرشاب يعني هدوء، ما يوم مثلا احنا كاعلاميين سمعنا انه صارت اشكالية بسبب تصريح صدر عنك وغيره، هذا الهدوء نفسه تعيشه ويا ناسك لو بس مجلس النواب، يعني بس اللي نشوفه على الاعلام، لو هذا اسلوبك بالحياة حتى مع زوجتك وبيتك؟ لا هو انا من اللي يؤمنون بالاعتدال يعني. واؤمن بالقواسم المشتركة بين الناس، وكل المواقف المتطرفة مهما كانت حتى الحروب بالنتيجة تقعد الناس تتحاور على طاولة الحوار. ولذلك أنا أختصر الموضوع، طالما هو حوار خلينا نبدأ بالحوار. ولذلك أنا يعني في كل تصريحاتي أعتقد أنه تبنى الشعوب والدول بالاعتدال وبالتفاهم وبإيجاد المشتركات، وأن نحترم اختلافاتنا، لأن رب العالمين خلقنا مختلفين. رب العالمين لو كان خلقنا نسخة واحدة، ليش لازم نحترم رغبة رب العالمين؟ هو خلقنا مختلفين رب العالمين سبحانه وتعالى، وبالتالي نحترم اختلافنا، مو نقص اختلافنا، بل اختلافنا قد يغني بعضنا البعض الآخر. ولذلك هذا طبع وتصميم من عندي، وهو أيضا مستمد. والدي كان معتدل، معروف عنه باعتداله، ولذلك أنا أعتقد يعني الاعتدال هو اللي يوصلنا إلى بر الأمان. التطرف ما يوصلنا، سواء بالرأي بالعقيدة في كل شيء. هذا الاعتدال تمارسه حتى داخل البيت بين الأولاد والبنات، لو أفضلية للولد على البنات؟ لا أبدا. طبعا أنا أعتبره والاعتدال، وحتى في لجنة التربية يعني حتى إخواني اللي إجوا وياي أعضاء في لجنة التربية يعني مؤيدين لهذا المنهج. وهو من مختلف الكتل، ومن مختلف الكتل والقوميات، واتفقنا على أن نكون معتدلين مهنيين، وأن نخدم الشريحة التي كلفنا بخدمتها اللي هو المعلم المدرس والقطاع التربوي. وأعتقد توافقنا إلى حد ما في هذا. يوم أبو عمار خارج عن السياسة، أي توصف لي يومك، يوم أنت اليوم ما عندك شيء، سواء بأيام العطلة التشريعية غيرها، يعني بعيد عن أي مسؤولية، وصف لي هذا اليوم شلون. يعني خارج عن السياسة هو يعني بين عائلته وناسي، يعني الناس القريبين عليه. يعني يومك راح يكون بالناصرية؟ اي طبعا. ما تسافر؟ لا ما اسافر. العطلة التشريعية قبل الشهر كذا كلها قضيتها هناك، يعني مناسبات اجتماعية تخص ناسنا اللي قريبة علينا، اللي مناطقنا، سواء فاتحة أو بعد زواج الأقارب، لأن الأقارب حساسين ترى. صاروا مجلس نواب بعد ما حد يشوفه. لا هو يعني الآن مو بس النائب، كل الناس الآن مشغولة، كل الناس. يمكن إذا أسأل جنابك وكل الأخوة الموجودين كلها مشغولة، بس وين تجمع الناس بقى؟ تجمعهم المناسبات، يعني سواء مناسبات حزينة أو مناسبات مفرحة. هذا مهم أن نتواصل ويا الناس في مناسباتهم، لأن هذا تأكيد على اهتمامك بهاي الناس.
وهذا انا وخاصه مناسبات الحزن الفاتحه يعني احرص على هذا الموضوع، لان انا اعتقد هذا موضوع مهم ان تكون قريب على الناس في ساعات الحزن. انا سالتك عن تقييمك على صعيد العمل السياسي وكعضو مجلس النواب، وقلت انا اتركه للناس بالحديقه حوارنا، يعني كان ضمن هذا المضمون. اذا سالتك عن عادل شرشاب الاب ابو عمار، ايش قد تنطي نفسك من هاي؟ ما تقدر تقول لي سئلي الناس، سئلي ابنائي، بس لابد ان يكون عندك تقييم انت شخصي، انت كاب، خصوصا بعد ما دخلت مجال السياسه والعمل السياسي والباب المسؤوليات. بعدك تتواصل ويا ابنائك، تشرف على دراستهم، حوارك وياهم مستمر سواء انت ببغداد او بالقرب منهم من الناصريه بصراحه. ايه لا يعني طبعا اكو دور مهم تؤدي امهم يعني. زين. يعني هذا دور مهم ما يستهان خاصه بالظرف الحالي. ابو عمار. لكن هم اغلبهم باستثناء يعني اثنين هسه الان بالسادس، اغلبهم يعني خلصوا فتراتهم وانا كنت موجود يومهم يعني. زين. بس انا على تواصل يعني واشراف تفصيلي يعني بهاي الامور، يعني خاصه بالمدرسه يعني على تواصل اشرف عليهم، بل يعني اكو اشياء من توقف يعني هم يريدون اني اتدخل، لان اكفد علاقه بيني وبينهم، علاقه احترام. تتدخل بالمؤسسات التربويه لرئيس لجنه التربيه النيابيه، وبالتالي الناس توفر لك اي شيء تريده باي مؤسسه، لانه ابن فلان عمار او كذا اسم هو ابن عادل شرشاب، بالتالي لازم بكل الاشياء تلبى له. لو والله يعني انا ما دخلت هكذا تدخل ابدا هذا يعني نتائجهم الامتحانيه اكاد اجزم ابدا هم يدرسون بالناصريه. اي يدرسون يعني ما اؤمن بهذا يعني. ما اؤمن بهذا، لان انا اشوف انتقاص لهم وما يليق بي يعني ان اخون الامانه وان احصر كل وضعي وكل المسؤوليه اللي حملتني الناس خدمة واحد والله ابني وكذا، لا. طيب تشوف مدراء المؤسسات، انت اليوم تشرف على المؤسسات الميدانيين، مدراء المؤسسات التربويه، مدير المدرسه، معلم، كل هذا الكادر التربوي يتاثر ويعامل ابن النائب معامله خاصه غير شكل هو يعني لا اراديه. يخشى من هاي الاشياء اللي توارثناها من العقود السابقه، انه ابن المسؤول لا يحاسب. هاي موجوده؟ يعني هسه هذه امور تختلف باختلاف الناس يعني، وباختلاف المدرس المعين وكذا، بس انا عموما يعني على المستوى الشخصي ما احتاجها، لانه عائلتي معروفين كل سنه يعني ما احتاج يعني اي، واولادي قبل لا اصير يعني انا نائب، قبل لا اصير مدير تربيه ابني هو بالطبيه وبالهندسه وكذا، فما عندي مشكله بهذا الموضوع حتى احتاج هسه. زين. احنا وقت الافطار صار، راح نخليك تفطر. الله يسلمك. برفقة ابنك، وحتى نتعرف على دكتور عمار بعد الافطار، واحنا كادرنا ايضا صيام يريدون يفطرون. واكيد نعطيكم راحه يعني ما تقصروا. بارك الله فيك. بعد الافطار نواصل حوارنا. خدمتكم. تسلموا. تسلمين.